وصفة من المطبخ الهندي راح تعتمد عندكم طول السنة، تشيكن بتر وعيش الزعفران. والمكونات كلها راح أذكرها لكم بالتفصيل مع الترجمة تحت الفيديو. يلا الحين في مقلة فيها زيت نباتي راح نحط فيها حبوب الخردل والكمون وورق الكاري وبصل مقطع شرايح، وعليه الكازو اللي منقعته بالماء ونتركه على جنب. في مقلة ثانية عندي زيت نباتي وبصل مفروم ناعم، شوفوا طريقة التقطيع. صدور الدياي راح أتبلها بعصير ليمون وبشر الليمون وكركم، يفضل نسوي هالخطوة بالبداية ونتركها على جنب. نرجع حق المقلة اللي فيها البصل، عقب ما تحمر نهائي حطيت عليه صدور الدياي اللي تبلتها مع ملح وكركم وكاري، ونستمر بالتحريك. الخلطة الأولى اللي سويناها فيها الكازو راح نضيف عليها روب ونضربها بالبلندر، ونضيفها على الدياي بعد ما استوى. راح نضيف جيمر، نستمر بالتحريك، وقطعة من الزبدة وهو تشيكن بتر لازم. التكنيك راح يعجبكم. ونزينه بالكازو والفلفل المجروش اللي حمرناه. الحين راح نسوي عيش الزعفران. قطعت الجزر شرايح وحمرته بالزيت عشان بزين فيه. في ماي حار حطيت ملح وزعفران وهيل لغاية ما تغير اللون. نحط عليه العيش المغسول، وبعد ما يبتدي يستوي العيش راح نحط كم قطعة زبدة، وكذي يكون عيش الزعفران خلص. وتعالوا شموا الريحة، ونقدمه مع التشيكن بتر ويطلع عندكم أحلى وصفة ممكن تذوقونها، ولا المطبخ الهندي.